العراقيين حتى باوروبا يشتغلون عماله، انت اللي قاعد تستنقص من العماله باوروبا تدري كم يطلع اخر الشهر؟ او ليش اخر الشهر، بالاسبوع، باليوم الواحد اللي طلعه يمكن انت تطلعه بخلال 6 اشهر قدام. حسين، اكو ناس وايد يقولون العراقيين حتى باوروبا يشتغلون عماله. الحين اعطيك مجال ترد عليهم، بس خليني اجيب لك اكل ادري فيك انت والشباب يواعه وانت تسولف على راحتك. شو رايك؟ اوكي. في بنت اسمها ريم، لبنانيه، تشتغل مطعم يلا ناكل، روحها كلش طيبه وحبوبه، وهي اللي سوت لكم الاكل هذا. هذه لايكي بالله عليكم. والله يعني الدياي واللحم يعني روعه. مره ثانيه ارد واكرر عليكم، شو اسم المطعم؟ يلا ناكل. ابي اسم المطعم. يلا ناكل. اسم المطعم. يلا ناكل. حبيبي ابي اسم المطعم، تفهم عليه ولا لا؟ اسم المطعم ذا ريستورنت. let's eat. شوف خل اقول لك، العامل هنا ساعته الوحده تقارن يومك كامل بالعراق شغلك. الساعه الوحده مو اقل من 25. اوكي زين، لحظه خليني اقول لك شغله. انت الحين تو خلصت هذه الصبه صح؟ أيه. انت صاحب الشركه صح؟ بالله عليك، انا ادري هذه شغله خصوصيه، بس قول لي كم اخذت من صاحب البيت هذا بالله عليك. اوكي هالصبه ايه خذيت من العالم 7500. خل اقول لك شنو طلعت من عندها على مود تعرف بيومين شنو اسوي انا. كل شيء كلفني انا 2000 دولار، كل شيء اللي حطيته بجيبي بيومين 5500، وانا اشتغلت 5-6 ساعات كل الشغل. هذا شغل العامل. هذا بس عشان اقول لكم لان الكومنت اللي اقراهم انا ما يعجبوني، لان انتم قاعد تسولفون وما تدرون شنو هي الوضع. فنصيحتي لك انك تسال قبل لا تحكي. تعليقك فاشل، اذا تعلق وتقول هالسوالف فانك انت فاشل، مع احترامي لك.